مرحبا بكم في هذه النشرة الإخبارية العاجلة. مزارعون إسبان يهاجمون شاحنات مغربية محملة بالطماطم بعد اعتراض سبيلها في الطريق السيار. لكن قبل الخوض في هذه التفاصيل لا تنسوا دعمنا بزر لايك والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. وفي التفاصيل، أقدم مزارعون إسبان على مهاجمة شاحنات مغربية محملة بالطماطم بعد اعتراض سبيلها يوم الخميس على مستوى الطريق السيار الرابط بين مدينتي إشبيلية وقاديش. وحسب ما أوردته مصادر مهنية بقطاع النقل الدولي، فقد قام مزارعون بعرقلة مرور الشاحنات وتفريغ حمولتها على مستوى الطريق السيار، فيما لم يصب سائقها بأي مكروه. وأوضحت المصادر أن المزارعين الإسبان الغاضبين والذين نظموا في الآونة الأخيرة مظاهرات واحتجاجات في عدة دول أوروبية متفرقة نددوا بالمنافسة المغربية لمنتجاتهم وتأثيرها على أرباحهم ومداخلهم. وذكرت المصادر نفسها أن الشاحنة التي كانت محملة بالطماطم انطلقت من المغرب نحو بريطانيا، غير أن مشوارها انتهى في إسبانيا في خضم مظاهرات المزارعين. وأمام هذا الوضع، طالب مهنيو القطاع بتدخل حاسم وفعال للوزارة المعنية ومساءلة السلطات الإسبانية حول مدى تدابير الحماية والسلامة التي توفرها لمستعملي الطرق السيار، خاصة بالنسبة لشاحنات النقل الدولي. كما طالبوا بتقديم تعويضات لصاحب الشاحنة المتضرر من هذه الواقعة. ونقلا عن هذا الموضوع، وصف شرقي الهاشمي الكاتب الجهوي للاتحاد العام لمهني النقل هذا الاعتداء بأنه أمر مشين للغاية، إذ يعبر عن انحطاط كبير لبعض المهنيين في إسبانيا.